في مختلف مناطق الوطن إلى مناطق ساحرة في هذا الموسم من كل سنة، وذلك باكتسائها ثلوجا بيضاء لتكون الوجهة الأولى للتفسح لدى الكثير من الجزائريين، لكن قد تكون كذلك مصدر لأضرار صحية. إبراهيم غطاس يجيبنا عن بعض التساؤلات في هذا الخصوص. هي مشاهد تتكرر في هذا الموسم من السنة، مناطق خلابة تناغم فيها سحر الطبيعة بجمال المناظر البيضاء الهادئ، ما جعلها مقصدا ومتنفسا للعديد من الجزائريين. الشتاء دوك خلاص الحق وقته كيما نقولوا هايله. الواحد يستخلوها بالبزاف. ماذا بيا انا نجي لهنايا خير من اللي راه لبلاصه واحده اخرى نهار اللي نكون قاعد. سي نورمال البيوضيه تاع الثلج واحد كيشوفها هكذايا ديجا يطلع له المورال يكون انتيك. قد يكون لقضاء يوم بأكمله وسط كسوة الثلوج البيضاء متعة ورونقا فريدا من نوعه، لكن هل في ذلك من أضرار صحية؟ الاشعه نتاع الشمس كي تضرب على الثلج يدير كما نقولوا لا ريفليكسيون على الثلج، وهذيك اللي تضر اكثر، يعني البورسونتاج نتاع لي زولترافيولي اللي يدخلوا للعين 80%. الالتيتود ثاني قد ما تطلع في العلو قد ما لي زولترافيولي هادو يكونوا اضر على العينين. Les rayonnements de soleil sur la neige blanche, il y a une réverbération, un retour de lumière dans les yeux qui risque de toucher la macula, qui est la rétine centrale. Et ça peut donner des maladies ou des altérations de la macula spécialisées, altération de l'épithèle pigmentaire et d'autres. في وقت لا يأبه فيه الكثير من الجزائريين بهذا التفصيل، لا يستغني السياح الأجانب عن ارتداء النظارات الشمسية في مثل هذه المناسبات للوقاية وتجنب أي تأثيرات تهدد سلامة العين.